طيب سؤال كان لنا على الانستجرام، على حد بيسأل بيقول لك ايه اللي يخلي الشخص ياكل كميات كبيرة من الأكل وبتزيد ويفضل واقف على وزنه أكتر من 4 سنين؟ المشكلة دي موجودة كتير جدا عند مجموعة كبيرة من الشباب والبنات كذلك، اللي هي فكرة النحافة أو عدم قدرة جسمهم على زيادة الوزن. وهنا باجي بسمع العميل معايا أو الكلاينت وأسأله أنت بتاكل إيه، اللي هو بيدعي إنه بياكل كتير جدا، بلاقي إن الفيدباك كوميدي للآخر. يقول لك ان هو بياكل معلقتين رز 3 مرات في اليوم، ربع رغيف ربع ساعه كل نص ساعه، معلقه لحستين جبنه. بتلاقي كلام غريب جدا، والمعتقد اللي قصادك انه بياكل كميات اكل كبيره. صديقي، انت محتاج عشان تزيد في الوزن نقطه اهم بكتير من الاكل، وهي التمرين. تكون في الجيم باستمرار. بيتك نام يا اسطى في الجيم، نام في الجيم خلاص. لازم تمارين مقاومه بنائيه من 4 إلى 5 أيام في الاسبوع. رقم 2 هو الاكل. الاكل لازم يكون فيه كميات كبيره من البروتين والنشويات، لا بروتينز بس ولا نشويات بس، لا كربوهيدرات بس ولا بروتينز بس. ليه؟ لانك محتاج البروتينات عشان يبدا جسمك يكون بيلدينج بلوكس اللي هي العضلات، ومحتاج جلايكوجين او محتاج سكر عشان يقدر يساعد البروتينات انها تبني المسلز ويستور فيها ايه؟ جلايكوجين. فانت محتاج على الاقل من 4 إلى 5 وجبات يوميا، هتكون متفاوته المحتوى من الدهون، متفاوته المحتوى او متصاعده المحتوى من النشويات والبروتينات. تعال ندي امثله. انت ممكن يكون فطارك فيه حاجه مهمه جدا زي البيض مع الشوفان واللبن او الجرانولا بالزبادي. ممكن تدخل وجبتين في اليوم يكون فيهم فراخ او سمك او لحمه، معاهم رز او مكرونه في وجود الخضار مثلا او الشوربه. ممكن تدخل وجبه بالليل يكون فيها ساندوتشز مثلا، يكون فيها بروتين زي سندوتشات من التونه، سندوتشات من الشاورما، سندوتشات من التركي الطبيعي اللي هو الفصوص. ممكن تدخل اطباق من الفود ميكسنج لطيف جدا في زياده الوزن زي الكشري، انك تمزج الرز بالخضار زي البطاطس، انك تمزج الرز بملوخيه، تمزج الرز بمنتجات نشويه من الخضار زي البتنجان وزي البسله. الحاجات دي هي اللي هتساعد جسمك انه يكتسب كميات كبيره من الوزن بالتدريج مع نظام ايه؟ صحي. ما تهملش الميه، ما تهملش الفيتامينز، النقطه دي مهمه جدا في برامج اكتساب الوزن. سلام يا شباب.